نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. وصفتنا النهاردة سهلة وسريعة وكمان اقتصادية جدا. هنعمل النهاردة طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، طعمه وريحته جميلة جدا جدا. هنبدأ بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. معايا 700 جرام مكرونة و350 جرام من اللحمة المفرومة، وكيلو الا ربع من عصير الطماطم، وراس توم مفرومة، ومعلقة صغيرة من هرسة الشطة، ومعايا صلصة طماطم وفلفل الوان ومكعب مرقة، ومعايا كمان بصلتين متقطعين مكعبات صغيرة، والبهارات ملح وفلفل وقرفة وكمون وجوز الطيب ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. سخنت حلة على النار وحطيت فيها ربع كوباية من الزيت، ونزلت بالبصل بتاعي مقطعه مكعبات صغيرة، بشوحه شوية يدوب بس البصل يدبل كده معايا. بعد كده ببدأ احط اللحمة بتاعتي. معايا 350 جرام من اللحمة المفرومة. ببدأ اقلب اللحمة بتاعتي كويس، موقفش تقليب علشان اللحمة ما تكلكعش معانا. طبعا كل ده على نار عالية، بتقلبي باستمرار لحد اللحمة بتاعتك الجزيئات بتاعتها ما تتفكك وتبقى ناعمة معاكي بالشكل ده. بعد كده بنزل بالبهارات بتاعتي. معايا ملح وفلفل وقرفة ورشة من جوز الطيب، معايا كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة صغيرة من هرسة الشطة. بقلب كل المكونات كده مع اللحمة المفرومة، وبكون مجهزة كمان معلقة كبيرة من الصلصة بنزل بيها برضو على اللحمة المفرومة، بتدي طعم جميل جدا للعصاج. وكمان معايا طماطمايه مقطعة مكعبات صغيرة. كل ده ما بياخدش معايا وقت خالص، اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت على النار. بكون مجهزة كمان فلفل الوان مقطعة مكعبات. كل ده بيدي للعصاج بتاعي طعم جميل جدا. هقلب كل المكونات كده مع بعضها، وعلى طول برفعه من على النار. العصاج بتاعنا جاهز. وعشان نعمل بقى الصوص، معايا حلة حطيت فيها ربع كوباية من الزيت او معلقة كبيرة من الزيت، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. بقلبه لحد ما يبقى لونه ذهبي بالشكل ده، وبنزل عليهم بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم يتشوحوا مع الثوم كده والزيت. لما بتنزلي بالصلصة الاول وتشوحيها كده في المادة الدهنية، بتديكي طعم جميل جدا للصوص اللي انت هتعملي بيه الخضار بتاعك. شوحت الصلصة كده، وبعد كده بكون مجهزة الطماطم بتاعتي ضربها في الخلاط ومصفياها، بصفيها من القشر ومن البذر. بملح الطماطم بملح وفلفل وكمون ورشة من السبع بهارات. معايا كمان نص معلقة كبيرة من الثوم ني، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأخضر مقطعه مكعبات صغيرة. بسيب ده كله على النار يتسبك، ياخد غلوتين 3، وبعد كده بزوده بلتر ونص كده من المية. المية اللي بتزوديها بتكون على حسب كمية المكرونة اللي انت عاملاها. كل طاجن تقريبا بياخد كوباية من المية. واخر حاجة بعملها بحط مكعب من المرق واسيبه يغلي غلوة، وبرفعه من على النار. بجهز بقى الطاجن بتاعتي. لو انت عندك طاجن اللي هي الالومنيوم دي، انا كان عندي بس كبيرة شوية، فانا حبيت ان اعمل كل طاجن لكل فرد كده طاجن صغير يكفي فرد. ببدأ اجهز الطواجن بتاعتي، وبحط فيها كمية العصاج في ارضية الطاجن. بوزع الكمية كلها على الطواجن بالشكل ده. الكمية دي ما شاء الله عملت معايا 8 طواجن. 350 جرام من اللحمة المفرومة عملوا 8 طواجن. بساوي العصاج بتاعي كده وبضغط عليه في ارضية الطاجن، وببدأ احط المكرونة بتاعتي. معايا كوباية الا ربع من المكرونة دول، 700 جرام من المكرونة. بتوزعيهم على الطاجن كده، وتحاولي تسيبي مسافة في الطاجن علشان المكرونة بتاعتك هتزيد في الفرن، يعني تقريبا 3/4 الطاجن كده، وبتزودي الباقي من الصوص اللي احنا عملناه. الصوص بتاعنا جاهز وبيغلي. ببدأ اغطي المكرونة بتاعتي كده بالصوص. تقريبا كل طاجن بياخد كوباية من الصوص. وكمية الصوص اللي معايا متبقية هفضل احتفظ بيها سخنة، بحيث لو الطاجن بتاعتي هو في الفرن احتاجت تتزود ببدأ ازودها. حطيت الطواجن في صاج تاني،
عشان لما تدخلها الفرن ما تنقطش كده في الفرن بتاعك وتخليه مش نظيف. وفرشت كمان ورقة سيلفر في الصاج عشان تريحك من التنظيف. بحطه على ارضية الفرن وبتسيبيه على نار عالية يغلي، وبتغطيه طبعا برضو بورق سيلفر بطريقة محكمة. ولو احتاج ان انتي تزوديه شوية من الصوص بتزوديه، ما بياخدش وقت خالص. خد تقريبا نص ساعة في الفرن واستوى ما شاء الله. لو حابة ترفعي ورق السيلفر في الاخر بحيث ان ياخد لون كده وياخد تحميصة كده من على الوش، مفيش اي مشكلة. بتطلعي الطواجن بتسيبها تهدى شوية، وبعد كده بتقلبيها بالشكل ده في اطباق. ما شاء الله ريحتها وطعمها خطيرة جدا جدا. أكلة سريعة وسهلة وكمان اقتصادية، ما خدتش معانا وقت خالص. وكمان شكل المكرونة ما شاء الله جوسي وجميلة، شايفين ما شاء الله مستوية. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، واسيبكم في امان الله، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.